الأهلي يتعادل مع المقصة بهدفين لكل فريق ويحسم لقب الدوري المصري رسميا قبل نهايته ب4 أسابيع. النادي الأهلي دخل المباراة بطريقة 4-2-3-1. شريف إكرامي حراسة المرمى، على يمينه محمد هاني وعلى شماله علي معلول. في القلب سعد سمير ورامي ربيعة، قدامهم عمرو السولية وأحمد فتحي، على يمينهم ميدو جابر وعلى شمالهم مؤمن زكريا. في القلب وليد سليمان، تحت مهاجم وحيد جونيور أجاي. أما الكابتن إيهاب جلال فكان دخل المباراة دي بطريقة كله يهاجم وقت الهجوم، كله يدافع وقت الدفاع. التزام خططي وتكتيكي عالي من جانب لعيبة مصر المقاصة. الكابتن إيهاب جلال بيثبت كل مباراة بيواجه فيها النادي الأهلي أو أي فرق قوية إن المدرب دماغ أكتر منه لعيبة وقماشة هو بيوظفها. بمعنى إن الكابتن إيهاب جلال بعد موسم اللعيبة مشيت منه والقوام الأساسي بتاعه كله سابه وتخلى عنه، مصر المقاصة لسه زي ما هي. الكابتن إيهاب جلال بيظهر في المباريات الكبيرة، سواء مباريات النادي الأهلي أو مباريات نادي الزمالك أو مباريات نادي الإسماعيلي. وجوده في المركز التاني لحد دلوقتي ومشاركته في أفريقيا السنة اللي جاية مش من فراغ، مش صدفة، مش حظ. الكلام ده كله جاي من اجتهاد، جاي من لعيبة بتنفذ خطط، جاي من لعيبة بتلتزم بالواجبات الدفاعية والهجومية ليها. مباراة النادي الأهلي كان أحمد مودي وحسين الشحات ظهري الجنب بتوع مصر المقاصة كانوا بيهاجموا ومانعين أطراف النادي الأهلي إن هي تتحرك بأي حال من الأحوال، سواء كان علي معلول أو محمد هاني. كان بيقابل مودي وحسين الشحات حرية حركة لأحمد الشيخ مع بولان فوافي وإيريك تراوري، كانوا بيلعبوا في المنطقة الهجومية بتاعت النادي الأهلي. جون أنطوي كان موجود ما بين رامي ربيعة وسعد سمير، المنطقة اللي هي كارثة في النادي الأهلي. الكور اللي بتتلعب ما بين سعد سمير ورامي ربيعة في المنطقة دي هنا اللي استغلها جون أنطوي وأحرز منها هدف، وكان هيحرز أكتر من هدف. المسافة التانية اللي بين هاني وسعد وربيعة ومعلول، المسافة دي لو في باك سريع، لو في بولن فوافي كان بيتحرك هنا. بس كابتن إيهاب جلال كان مرة بيبعته ناحية اليمين ومرة بيجيبه ناحية الشمال. أحمد الشيخ كان بيشكل رعب فظيع للنادي الأهلي في المباراة دي. كان الكرة من منطقة الدفاع بتاعت نادي مصر المقاصة كانت بتتاخد، أحمد الشيخ كان بيطلع بيها 3-4 لعيبة، مفيش حد بيقابله. عمرو السولية مشغول بالميس باص اللي بيعمله كتير لقدام. أحمد فتحي بيدافع لوحده في فدان في نص الملعب مع استمرار غياب حسام عاشور. غياب عبد الله السعيد منع النادي الأهلي من الانتقال من المرحلة الدفاعية للمرحلة الهجومية. يعني شفنا وليد سليمان مش عارف يعمل الحركة دي كويس، مش عارف ينقل الكورة وينقل النادي الأهلي من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. فالمنطقة دي بتاعت نص الملعب كان كلها بيستغلها الاتنين، هشام محمد لمصلحته وأحمد داوود لمصلحته، وكانوا بينقلوا الكورة منهم إيريك تراوري وجون أنطوي وأحمد الشيخ وبولان فافي، وكانوا عاملين رباعي هجومي لدرجة إن الشوط الأول كله كان لمصلحة مصر المقاصة بس بدون فاعلية هجومية. يعني ضغط واستحواذ ومسك كورة وكل ده من غير أي فعالية هجومية، على عكس النادي الأهلي. النادي الأهلي عدد فرص أقل قدر إن هو يحرز منها هدف بتاع جونيور أجاي في التقدم الوحيد اللي عمله علي معلول في الشوط الأول. شفنا الكورة كانت لعبت عرضية من علي معلول، إيريك تراوري بولان فوافي كان راجع عشان يدافع، الكورة قلشت منه راحت لجونيور أجاي، حط الهدف الأول عشان ينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف ويدخل الشوط التاني. والكابتن إيهاب جلال بيلعب بنفس الطريقة بتاعته، أهاجم أمنع النادي الأهلي إن هو يمسك عليا كورة، أستغل الميس باص اللي بيعمله لعيبة النادي الأهلي، أمنع الأطراف بتاعته إن هي تتحرك. زي ما قلت علي معلول كان بيكتفي بالواجبات الدفاعية هو محمد هاني اللي من ساعة ما نادر شوقي وكيل أعماله اتكلم على العرض الاحترافي المقدم ليه، الكابتن حسام بدري قرر يعاقبه ويعاقبنا ان هو يقعد على الدكة. ورجع محمد هاني لما احنا احتاجنا لمحمد هاني وكان عاشور توقف واحمد فتحي احتاجنا ان هو يلعب في نص الملعب، فما فيش غير محمد هاني ان هو يلعب باك رايت. محمد هاني مفيش، محمد هاني بيفكر في احتراف، محمد هاني وحش. المنطقة اللي بين سعد سمير زي ما قلت ورامي ربيعة كارثة وهنعاني منها قدام الوداد. مؤمن زكريا لسه ما جاش، لازم نشوف حمودي. إصابة عبد الله السعيد برضه الكابتن حسام بدري لحد دلوقتي مش مقتنع بصالح جمعة. صالح جمعة زي ما الناس كلها شايفة، مصر كلها شايفة ان صالح جمعة لازم يلعب، والكابتن حسام بدري شايف حاجة تانية خالص. المساحات اللي صالح جمعة ممكن يعملها لك وضرب التكتل اللي موجود في دفاعات الخصم، يعني مباراة القطن الكاميروني اللي كانت بره الأهلي كسب فيها 2-0 بس، في مباراة النادي الأهلي كان يقدر يعمل فيها رقم قياسي من الأهداف. لو صالح جمعة موجود في المباراة دي وسط الدفاعات اللي كانت
فيها مساحات واسعة أوي بتاعة القطن الكاميروني، كان النادي الأهلي قدر يكسب بنتيجة قياسية. الكابتن حسام بدري، الأهلي حسم الدوري، وقلت إن أنت آخر 4 مباريات هتلعب بالبدلة وهتعمل إراحة للأساسيين. ليه الإراحة دي ما كانتش في نص الموسم؟ احنا دلوقتي طوينا صفحة إن احنا خدنا الدوري، هنلعب ال4 ماتشات بدون ضغوط كل حاجة، بس ليه الإراحة دي والروتيشن ما كانش اتعمل في وسط ما كان الدوري شغال؟ يعني دلوقتي شفنا وليد سليمان بيلعب في مكان مش بتاعه، المركز 10 مش بتاع وليد سليمان، انت كسبان 2-0. ايه الفكرة في ان انت تغير وتنزل حسام غالي في نص الملعب عشان يعمل لك ميس باص اكتر ويدخل فيك الهدف الاول، وتغير ندفد ويدخل فيك الهدف الثاني؟ سوء ادارة للمباراة بنسبة كبيرة من كابتن حسام بدري خلت ايهاب جلال يرجع للمباراة بل يتفوق عليه، وكان ممكن يخطف هدف ويكسب المقصة 3-2. فالكابتن حسام بدري دلوقتي النادي الاهلي في افريقيا 4 نقط متصدر مجموعته، هيلاعب الماتش الجاي الوداد في القاهرة. لازم الاهلي يكسب، لابد من الفوز، لابد ان احنا ناخد ال3 نقط من ملعبنا ونروح بره على الاقل نتعادل. لازم نشوف حل في القوام الاساسي بتاع الفرقه، عبد الله السعيد مش موجود، وليد سليمان مش هيعرف يعمل لك المنطقه بتاعت، مش هيعرف يلعب في المركز 10. جونيور اجاي لازم الناس الباكات اللي هنا سواء كان ميدو جابر او مؤمن زكريا يدخلوا منطقه الجزاء لما جونيور اجاي بينزل تحت عشان يستلم. لازم كابتن حسام بدري يفهم ان اي مباراة بتقدر تكسب فيها معركة نص الملعب كده انت بنسبة 90% هتكسب المباراة، لان المنطقة بتاعت نص الملعب زي ما قلت لما هشام محمد واحمد داوودة قدروا ان هم يستغلوها وياخدوها في مباراة المقصة رجع للمباراة، قدر ان هو يحرز هدفين، قدر ان هو يتعادل وكان قريب من الفوز. احمد الشيخ شفنا اللي عمله في دفاعات النادي الاهلي، رامي ربيعه لازم يتقدم اكتر من كده، سعد سمير لازم يتقدم اكتر من كده، لازم يقللوا المساحات اللي بينهم ويلعبوا عليها كويس ويعرفوا يظبطوا مصيدة التسلل. علي معلول كان احسن الوحشين في المباراة دي، كان بجانب طبعا جونيور اجاي. مؤمن زكريا لازم يراجع حساباته ويراجع نفسه عشان احمد حمودي بيهدد مركزه في تشكيل اساسي النادي الاهلي. ميدو جابر نفس الحكاية، ولو ان ميدو جابر بيجتهد اكتر من مؤمن زكريا. محمد هاني، احمد فتحي هيرجع يلعب عليه تاني باك رايت، وهيرجع محمد هاني يقعد على الدكه، ولا في احتراف ولا في لعب، ويبقى خسر النادي الاهلي وخسر نفسه لمجرد ان وكيل اعماله اتكلم على عرض احتراف مقدم ليه والنادي الاهلي كان محتاج له. مباراه الوداد ان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب. عايزين نطوا صفحه الدوري، النادي الاهلي طبعا النهارده هيحتفلوا في التتش بالدرع مرة 39 في تاريخه. يا ريت نطوي صفحة الدوري، يا ريت نفكر في الوداد، عايزين نكسب افريقيا، عايزين نرجع ابطال افريقيا تاني، عايزين نرجع كاس عالم الاندية. واشوفكم في حلقات جاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.